السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة مع بعض شوربة بحر. شوربة البحر دي مكونة من جمبري وكابوريا وبقلاويز وسيبيا. هنعمل سلطة وطحينة وشوية حاجات كده حوالين الشوربة. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا، ونبتدي مع بعض على طول الطريقة. اول حاجة هوريكم دي الحاجة وانا جايباها في الكيس لسه. جبت كيلو من كل حاجة، ومن السيبيا نص كيلو يا دوبك. الحاجات دي بتبقى غالية، مش هتعرفي تكتري يعني عن كده. تنقي الحاجات النظيفة وأعرفك تعرفي تنقي الحاجات الحلوة ازاي. دي طريقة تنظيف الجمبري. تفتحي ظهره كده وتشيلي البتاعة دي، اسمها ايه، فيها رمل كده، عرق الرمل. وهوريكي برضو بننضف الكابوريا ازاي. مرة تانية بوريكي تنضفي الجمبري ازاي. لازم ضروري تشيلي العرق ده، والكابوريا بتفتحها بالشكل ده وتغسلها من قلبها. الكابوريا دي زرقاء يعني تكورة، والنوتي بتبقى لونها بني. ده اللي كان موجود، فبشيلها كده، مبقاش فيها بطاريخ ولا حاجة، وبقسمها كده وبنضفها. بوريكي برضو الجمبري والكابوريا تنضيفهم ازاي. دي بقى السيبيا. تخلي بالك وانت بتنضفيها، العين بتاعتها بتطلع حبر كده بيهك الدنيا. وبيبقى البقلاويز تحطيه في ميه وملح عشان يطلع الرمل اللي فيه. اول حاجة هنقشر بصلة ونقطعها بالشكل ده، ونحطها في نقطة زيت صغيرة خالص، ويدوبك ندبل البصلة، ونحط عليها كل الحاجة اللي احنا غسلناها ونضفناها، اللي احنا عملناها مع بعض دلوقتي. قطعت الكابوريا بالشكل ده، والجمبري زي ما انتوا شايفين نضفته ازاي، وكل حاجة بالشكل ده حطيتها في الحلة وبقيت اقلب فيها. لازم تقلبيها كل شوية لغاية ما لونها يغير. وبعد كده انا دلوقتي بسخن مية. اما المية سخنت حطيتها على كل المكونات بالشكل ده. ما تنسيش اللايك والاشتراك للقناة. بتبسط قوي من تعليقاتكم الحلوة، والناس اللي بتقولي اتأخرت علينا. لا، انا اتأخرت المرة دي شوية، كان في ظروف. حطيت البهارات، بهارات السمك. في بهارات معينة للشوربة تجيبيها من عند العطار، شوربة السمك. وعملنا طحينة. لو انت عايزة طريقة الطحينة ممكن برضو اقولك عليها لو انت عايزة. اللي عايز اي حاجة يا ريت يقولي في التعليقات، وانا برد على كل التعليقات. تشوفي كده لو فيه ريم، اي شوربة بتعمليها، شوربة سمك، شوربة لحمة، تحاولي تشيلي الريم بتاعها. طلعت ريم تشيليه ضروري. الريم ده بيبقى زفر، لو ما شلتهوش الشوربة تبقى زفرة. لا، تشيلي الريم وتنضفي كل حاجتك كده، والحاجة بتبقى جميلة وكانت طعمها تحفة. شوية كده واحط الملح. الملح برضو بيتحط في الاخر. ولسه هنحط مكون برضو اساسي. حطينا بهارات وهنحط الملح، وهنحط مكون اساسي كوباية لبن. هتستغربوا كوباية لبن؟ ايوه، هي شوربة البحر بتتعمل بكوباية لبن كده. ولو انت عايز تحط كوبايتين تلاتة حط، مفيش مشكلة. بس احنا كان في كوباية لبن حطيناها. شوفوا لونها بقى ابيض وبتدي طعم حلو، وكانت جميلة. لو انت بتحبها حرة شوية زودي شوية بهارات، زودي شوية شطة، بتبقى حلوة وهي حرة. ده بعد ما اتغرفت. عملنا سلطة وعملنا الطحينة ودي الشوربة، وبألف هنا. لسه في حاجات تانية هنعملها في الفيديو ده. اللي عايز يتابع ويكمل يلا بينا. عملنا حاجة برضو مسكرة، حاجة حلوة. يلا معايا. عملنا شعرية بسكر. ده كيس شعرية كامل. بعمل كيس شعرية كامل عشان الأولاد. حد جنة حبنا نبعت لحد من جيراننا من حبايبنا عادي يعني، مفيش مشكلة. عملت قبل كده نص كيس ما كفناش حتى احنا في البيت. قلت ده انا هعمل كيس يبقى دوبك. وبعدين كيس الشعرية ما عادش فيه كتير. حطيت يجي تلت كوباية زيت، وحمرتها وصفيتها.
انت ممكن تحمري الشعريه كده برضو للرز وتصفيه. الناس اللي بتعمل دايت، حمري شعريه وصفيها وارجعي حطها كده في المقلايه وحط عليها الميه، ميه بس. بعد شويه ما تتشرب تحط عليها سكر. حط السكر المناسب ليكي اللي انت بتحبيه. انا حطيت شويه سكر ودقتها لقيتها مسخه شويه، قمت حطيت شويه تاني. مفيش مقدار معين سكر للشعريه، لان في حد بيحبها ماسخ، في حد بيحبها مسكره، كل واحد على حسب ما بيحب. حط شويه ما تكتريش ودوقي. ودي ريحه الموز بتفرق قوي في الطعم. حطيت ريحه موز فيها نقطه ولا اتنين بس. وبعد الشعريه ما تخلص خالص او لسه هتاخد غلوه واحده تحط اللبن. اوعى تحط اللبن في الاول، لو حطيتيه في الاول بيقطع ويروب، بيبقى مش حلو. حطيه في الاخر خالص لو انت حتى بعد ما طفيتي. انا حطيت المكسرات بعد ما خلصت لان ولادي مش بيحبوا المكسرات، ما بيحبوش المكسرات في اي حلويات. حتى لو في حلويات اشتريناها وفيها مكسرات بيروحوا شايلين المكسرات راميينها. وده الزيت اللي طلع من الشعريه. قليت ببيض، حبيت اوريكم برضو. زيت جميل ما فيش فيه اي حاجه خالص. وبألف هنا. ويا ريت تنفذوا الافكار دي. اللي الافكار لو عجبتكم يا ريت تقولولي. ولو حد عمل اي حاجه وحابب يوريها لي يبقى يا ريت. واللي عنده سؤال يقوله لي برضو. ما تنسيش اللايك والاشتراك.